السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلوين. رجعت لكم فيديو جديد. اتاخرت عليكم في الفيديو شويه، هو انتوا كنتوا طالبين مني الفيديو ده، كذا حد بصراحه طلب مني الفيديو ده، بس اتاخرت شويه. بس عندي بصراحه حاجات كتير، فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا، وكومنت حلو بقى اللي هي كده، وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا بقى. بصوا، انتوا كنتوا قايلين لي سأليني انا هاخد مع مين في الترم التاني وكده. انا بصراحه لسه ما بداتش، غير هو هي منصه واحده بس اللي بدات، اللي هو مستر محمود مجدي. تمام. اول حاجه انا هاخد مثلا، بصوا اصبروا عشان انا هقسمهم لكم كده. تمام. هقسمهم عشان ايه؟ اكون عارفه بس ايه القلم بيشطب مش وقت. اول حاجه العربي، فيزياء، كيمياء، ايه تاني؟ انجلش، تاريخ، وايه تاني؟ حاجه تاني؟ الماني. بصوا بقى، اول حاجه هنبدا بالعربي. بصوا، مستر محمد صلاح انا باخد معاه من اولى ثانوي، فانا بصراحه مش هغيره. باذن الله برضه مش ناويه اغيره، يعني الترم ده ولا السنه الجايه باذن الله، يعني باذن الله ربنا يديله الصحه وطولة العمر يعني. انا هستمر مع مستر محمد صلاح باذن الله. بصوا يا جماعه، بصراحه اليومين اللي فاتوا دول انا شفت ناس كتير قوي كانت بتغلط في مدرسين. بصوا يا جماعه، انا هنتكلم في الحته دي، انا اتكلمت فيها قبل كده. بس في مدرس انا بفهم منه، انت مش بتفهمي منه. في مدرس انت بتفهمي منه، انا مش بفهم منه. تمام. فملناش حق ان احنا نغلط في حد. دي كده اول حاجه. انت ما فهمتيش منه، خلاص العيب مش فيه، ولا العيب فيكي انت. دماغك مثلا ما جاتش مع المستر ده، ما فهمتهوش، ما فهمتش شرح، فعادي غيري، بس مش لازم تغلطوا، لان بصراحه كان في على تيك توك يعني كان في كلام كتير وكده، فربنا يهدي يعني. اول حاجه زي ما قلت لكم، انا العربي هاخده مع مستر محمد صلاح. في ناس بتاخد مع مستر محمد طارق. تمام. قالوا لي كتير قوي عليه البنات في اللايفات اللي كنا بنعملها. بس بصراحه ما جربتوش قبل كده اصلا. محمد صلاح طول الترم اصلا شرح مراجعات في امتحانات الشهر. بيعمل امتحانات شهر على اليوتيوب وينزلها على اليوتيوب، مش بيسيبها على المنصه. تمام. في اخر كل محاضره امتحان، فمش محتاجة حد يعني تاني بصراحة، يعني هو كويس جدا. وطبعا في نهاية السنة أو في نهاية الترم عامة بيعمل مراجعات كتير قوي، حتى الناس اللي مش مشتركة معاه على المنصة بياخدوا معاه على طول. يعني أنا صحابي مش مشتركين معاه على المنصة، وبإذن الله هيشتركوا معاه في الترم التاني. تمام. هما كانوا متابعينه على يوتيوب، وكانوا بيسمعوا عادي الشرح بتاعه على يوتيوب، اللي هي المراجعات اللي بتبقى قبل الامتحانات. بعد كده بقى الفيزياء، ندخل بقى على الفيزياء. بصوا الفيزياء، انا الترم ده اشتركت مع مستر محمود مجدي، وهو اول واحد بدأ. تمام. انا بصراحه يعني انا مش معنى ان انا غيرت مستر محمد عبد المعبود معنى كده ان انا مش بفهم منه. بصوا انا كنت بفهم تماما من مستر محمد عبد المعبود، بس انا في امتحانات الشهر بتاعه المدرسه جربت شرح مستر محمود مجدي على يوتيوب، فحسيته انه عاجبني. فانا مش عارفه اقرر اشوف ده او ده. وطبعا النظام بتاع المنصه بيختلف، مش عارفه، هو انا بالنسبه لي ان بحس نظام المنصه بيفرق معايا في مذاكرتي. الترم ده اشتركت مع مستر محمود مجدي. تمام. وباذن الله عشان السنه الجايه هقرر بقى، يعني انا اشوف الترم الاول، انا شفت الترم الاول كده خلاص، اخدت التجربه مع مستر محمد عبد المعبود. والترم التاني باذن الله هاخد بقى مع مستر محمود مجدي. وباذن الله السنه الجايه هحدد بقى انا هاخد مع مين. تمام كده. في ناس برضو كتير قوي لما جم يتكلموا راح قايلين لا مستر محمد عبد المعبود لا، او بيشرح بالراحه قوي وبطيء. بصوا يا جماعه، انا شايفه ان دي حاجه مش وحشه. تمام. انا شايفه ان دي حاجه مش وحشه. المستر لو بيشرح بسرعه كبيره فهي دي لا اصلا اللي تكون مشكله. لكن مستر محمد عبد المعبود بيشرح بالراحه 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 عشان تفهمه. لو انتوا فاهمين بقى ممكن عادي تعلوا السرعه شويه، يعني اللي مش فاهم او اللي اتضايق من البطء يعلي السرعة شوية، مش مشكلة. لكن المشكلة نفسها تبقى مشكلة أصلا لو هو سريع في الشرح ومش بيفهمكوا بالراحة. فأنا بصراحة مش شايفة إن دي مشكلة خالص في مستر محمد عبد المعبود. مستر محمود مجدي بصراحة بقى مش، طبعا مش هقدر أحكم عليه دلوقتي، لسه المحاضرة الأولى، فمش قادرة أحكم بصراحة، يعني عادي فاهمة منه عادي. فمع يعني اللي هو الاستمرار يعني بإذن الله هنشوف. ده كده بالنسبة للفيزياء. دلوقتي بقى ندخل على الكيمياء. طبعا الكيمياء
برضو باذن الله مش مضطره اغيرها، وما غيرتهاش، ومش هغيرها باذن الله السنه الجايه برضو، لاني كده كده هكمل مع صقر الكيمياء مستر خالد صقر طبعا. كل واحد برضو بيرتاح يا جماعه المدرس اللي بياخد معاه، بس انا بصراحه بنصحه جدا قبل المدرس، قبل ما تشتركوا معاه على المنصه جربوا شرح على يوتيوب. ناس كتير قوي جربت مستر خالد صقر، ومن ده بصراحه من الناس اللي كانوا بيغلطوا فيه جدا على تيك توك، وانا ضد الحاجه دي. انتوا ما فهمتوش منه، كنتوا ممكن تجربوا الاول شرح على يوتيوب، عجبكم عجبكم، ما عجبكوش خلاص ما تشتركوش على المنصه. مش يعني تشتركوا مع المدرس وتغلطوا فيه في الاخر. يا اما بقى بصراحه يبقى العيب منكم انتوا اللي ما ذاكرتوش، احنا كبار يعني مش هنتكسف ان احنا نقول لو ما ذاكرتوش يعني، بس ما تغلطوش في حد. فالكيمياء انا هكمل مع مستر خالد صقر زيه زي مستر محمد صلاح. انا زي ما انا اخدت مع مستر خالد صقر من الترم الاول، تمام. السنه اللي فاتت في العلوم المتكامله كنت بسمع شرحه على يوتيوب بصراحه. وكمان قبل ما نشترك في قبل ما اللي هو ندفع الاشتراك بتاع الترم بتاع المنصة، كان منزل الأول كورسات على يوتيوب، تأسيس. كان منزل أظن أكتريتكم شافوهم يعني. دي خلتنا نحدد هناخد معاه ولا لأ، وأنا بصراحة كنت شايفة إنه كويس جدا 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 جدا. الكورسات دي هتلاقوها في أول مثلا ممكن هتلاقوها في شهر 8 أو في أول شهر 8 أو بتهيألي في شهر 7، مش فاكرة بالظبط يعني. اسمعوها بجد هتلاقوها كويسة جدا. ما عجبكوش الشرح خلاص شوفوا مستر تاني يعني. مستر محمد اسمه محمد عبد الجواد صح، نسيت. محمد عبد الجواد بتهيألي. كيمياء برضو جربوا شرح على يوتيوب الأول قبل ما تشتركوا معاه على المنصة. جربوا الشرح ولو عجبكم تمام. مدرسين الفيديو بتاعتهم موجودة على يوتيوب، فقبل ما تشتركوا مع أي مدرس ادخلوا شوفوا الأول الشرح بتاعه على اليوتيوب. يعني قبل ما تشتركوا على المنصة شوفوا الشرح على يوتيوب، تمام. ده كده بالنسبة للكيمياء. بعد كده بقى الإنجليزي طبعا العقدة بتاعت 3/4 حرفيا، لأني كنت عاملة لايف وكنا بنتكلم انا والبنات في حوار الدروس ده، تمام. وكتير قوي منهم لقيتهم بيتكلموا برضو عندهم مشكله في الانجليزي برضو، وعندهم مشكله برضو مش عارفين يختاروا مدرس مين، تمام. بصوا انا جربت طبعا زي ما انتم عارفين، اللي متابعني عارف ان انا في الاول كنت في الترم الاول كنت مشتركه مع مستر عبد الحميد حامد. هو طبعا كويس، ما زي ما قلت لكم مفيش مدرس مش كويس يعني. بس انا ممكن يعني ما ارتحتش بصراحه مع نظام المنصه مثلا. مش عارفه نظام الفيديوهات كان بينزل ازاي، ما كنتش فاهماه خالص، فيمكن ما عجبنيش قوي فحبيت اغير، تمام. شفت بقى شرح مستر احمد طارق اللي هو عبقري لغه على التيك توك، قالوا لي كده، قالوا لي عليه. ولقيت فيديوز كتير قوي على التيك توك معموله عليه. والبنات لما كنت منزله قبل كده وبسالهم وقالوا لي برضو على مستر احمد طارق. صحابي لما سالتهم برضو اللي بياخدوا اونلاين قالوا لي على مستر احمد طارق، فدخلت على اليوتيوب جربت الشرح فتمام. فباذن الله في اخر الترم برضو بعد ما اخلص الترم ده هقدر احدد برضو واقول لكم اذا كان كويس ولا لا. بس هو يعني انا بصراحه الشرح كويس، يعني الشرح كويس. نظام المنصه بقى لسه هنشوف باذن الله، تمام. بس انا قررت اني هاخد معاه لاني لقيت ناس كتير قوي 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 مقبله عليه، فقلت مش مشكله نجرب. بعد كده بقى التاريخ. بصوا يا جماعه التاريخ انا كنت هاخد مع مستر احمد عادل. كانت صاحبتي هلا قايله لي عليه لانها كانت بتاخد معاه. بس انا في اول الترم قلت ان انا هاخد اونلاين وخلاص التاريخ. بس رجعت في كلامي بصراحه وخدته عادي مع مدرس عندنا اوفلاين، ما خدتوش اونلاين بصراحه. والالماني برضو هكذا خدته مع الهير عندنا، ما خدتوش اونلاين. الالماني بصراحه لما جيت اشوفه اونلاين ما مشيش معايا تماما، حرفيا ما مشيش معايا تماما. عايزين تدخلوا تدوروا على مدرسين الماني مثلا او تاريخ، ادخلوا مثلا على منصه زي بسطتها لك شوفوا اللي عليها. لو لقيتوا حد على المنصه يعني ادخلوا شوفوا اعملوا سيرش عنه على يوتيوب وشوفوا الشرح بتاعه، يعني ده رأيي. او ادخلوا برضو على يوتيوب الاول شوفوا مدرسين هتلاقوا كتير قوي بصراحة. جربوا كل مدرس عنده منصة، فبإذن الله هتوفقوا يعني بانكم تلاقوا مدرسين لكل مادة. بقى انا كنت منزلة على كنت منزلة على المنتدى بسألكم عايزين فيديوز للدراسة اكتر دلوقتي ولا لرمضان. لقيت الكل قوي مقبل على الفيديوز بتاعه الدراسه اللي كنت بعملها اللي هي الفلوجز بتاعه الترم الاول، تمام. فانا بفكر دلوقتي ان انا هعمل ايه. انا هقسمهم كده
اول حاجه طبعا في موسم رمضان داخل، والفيديو بتاعت رمضان دي رمضان ما حلاش من غيرها يعني، او طبعا رمضان حلو طبعا من غير اي حاجه، بس يعني بتبقى فرحه. ماشي. فالاسبوع ده بكره السبت تمام. أنا مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم يوم السبت ولا هينزل لكم، اكيد هينزل لكم السبت، اصلا الساعه عدت. هينزل لكم السبت يا جماعه. أم، الاسبوع ده اللي هو بدايه من يوم السبت ليوم الجمعه، باذن الله باذن الله يعني باذن الله بدون مقاطعه. هنزل فيديوز للدراسه، ده الاسبوع ده. بعد كده اللي هو بقى السبت الجاي تمام. هبدأ انزل في السلسله بتاعه رمضان، لان السلسله بتاعه رمضان فيها فيديوهات كتير جدا، ورمضان احتمال يبقى الاربع او الخميس اظن يعني. فمن اول السبت هبدأ انزل الفيديوز بتاعه رمضان. ماشي. وبعد ما نخلص بقى الفيديو بتاع بدايه رمضان دي، هبدأ انزل فلوجز تمام، ليها علاقه برمضان والدراسه. تمام. ايه رأيكم كده دمجت بين الاتنين؟ يعني من الاخر الدراسة في رمضان. بس بقى في افكار كتير قوي انا جهزتها لكم، طبعا كنت قاعدة بكتب حاجات كتير قوي. والبنات كمان، في بنت شغالة بصراحة معايا تسلم بصراحة، يعني فكرت لي في حاجات كتير برضو، لقيتها بتقولي على افكار كتير وكتبتها، كل حاجة كتبتها، وبإذن الله هنزلها لكم. بس اللي عنده افكار مثلا يكتبها لي في الكومنتات، ولو في فكرة مناسبة معايا هكتبها واكيد باذن الله لو مناسبة معايا هعملها برضو. ماشي. طبعا تزيين المكتب في رمضان، الجميع بيقول لي عليه من السنة اللي فاتت. بصوا يا جماعة، دلوقتي ده الفيديو ده انا هحطه من السلسلة بتاعت، من ضمن السلسلة بتاعت رمضان. هو بإذن الله لما هينزل، اكيد مش هينزل دلوقتي، هينزل في الاسبوع اللي هو اللي جاي، اللي هو مش السبت ده، السبت الجاي، الاسبوع بتاع السبت الجاي يعني، فاهمين؟ وايه تاني؟ وانا بصراحه مش عارفه، يعني انا مش عارفه اعمل ايه في المكتب هغير ايه في المكتب. الفكره في الزينه عامه بتاعه الشقه. انا كنت مصوره لكم فيديو السنه اللي فاتت، والناس برضو سالتني قالت لي ليه ما عملتيش فلوج مشتريات السنه دي. بصوا يا جماعه، السنه اللي فاتت انا جبت حاجات كتير قوي، وكان عندنا حاجات من السنه اللي قبلها، فعندنا حاجات كتير جدا ومش محتاجين حاجه. كنت محتاجه بس كام حاجه بسيطه كده. حتى صورت لكم وانا كنت بشتريهم لما نزلت اشتريهم، وصورت لكم لقطات كده، هبقى احطها لكم برضو. ماشي، هبقى احطها لكم، ممكن احطها لكم في اخر الفيديو ده. كملوا الفيديو الاخر، هتشوفوا الحاجات دي في الاخر. فكنا عندنا حاجات كتير جدا فمش محتاجين، فانا ما جبتش السنه دي تمام، لان عندنا حاجات كتير قوي. عندنا النور وعندنا الزينه وعندنا الديكور وعندنا كل حاجه، فما صورناش زي السنه اللي فاتت الفلوج بتاع مشتريات رمضان. عشان مقطوعة ملوش جبتي القميص بتاعت الصلاة؟ بس ده بلاستيك مش ورق. نجيبها. على فكرة أنا معايا كل الفلوس منها مكسورة، مش مصدقاني والله ايه العظيم. رأيك؟ والله العظيم صورنا أكتر حد بقى يبص عليك. 60 80 100 22 طب عاملين المفرش 3 4 5 هنجيب دي خمسة تمام كده؟ مش من 220 فاكرة؟ إيه؟ 20 21 3 4 5 6 7 8 والعروسة دي بيقول ايه شغال اخر ثلاثة. حمل المصحف شكله حلو قوي. بصوا البوكس اللي هو الكرتونة ده البوكس بتاع تهاد وتحبه، ده بيبقى فيه مصلية، وبيبقى فيه أذكار، وبيبقى فيه مصحف، وبيبقى فيه بخور. المصلية والمصحف بيبقوا شكل بعض، بيبقى شكلهم حلو قوي. كان فيه طبعا مباخر كتير زي ما انتم شايفين كده، بس احنا ما جبناش مباخر برضو، لان عندنا من السنة اللي فاتت، احنا جايبين كتير السنة اللي فاتت فما جبناش تاني. لما يخلص نيجي ناخده من هنا.
بصوا بقى كان في هنا كذا نوع شمعة، اللي هو الشمع الالكتروني اللي بينور. بس اللي كان فيها اسود دي واللي جنبها كنت حاساها بصراحه شبه الدوايه، ما عجبتنيش فما جبتهاش. التانية بقى اللي هي الشمعة المسيلة دي، اللي هي بتبقى لونها اصفر ماشي. احلى حاجه فيها ان هي لون الشمعة من بره اوف وايت مع الاضاءه الصفراء، فمخليها شكلها حلو قوي. والمسيلة بقى ليه اسمها مسيلة عشان بتبقى عامله كانها بتسيح كده، فدي شكلها حلو قوي، دي اللي انا جبتها. بصوا بقى الكشري بتاع المخدات ده كان شكله حلو قوي، بس احنا طبعا عندنا اللي شفتهم السنه اللي فاتت برضو دول، بس اللي كنا دول بقى كنا جايبينهم من الحي الخاميه. بس بصراحه بقى لنا كام سنه ما نزلناش. باذن الله يعني ننزل بقى السنه الجايه باذن الله يعني. كان في بقى فوانيس كتير، بس احنا برضو عندنا فانوس لان احنا كنا جايبينه برضو من الحي الخاميه اخر سنه كنا نازلين فيها. دي بقى واحنا ماشيين في الشارع بجد الشوارع بقى شكلها تحفه قوي. بصوا منظر الزينه والفوانيس بجد بقى اشكالها تحفه قوي. وبس ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. واستنوا بقى باذن الله الفتره الجايه فيديوهات حلوه كتير.